بقى حبايبي اتفضلوا بقى معانا غرفنا الكشري. شوفوا الجمال، شايفين الحلاوه، مفلفل ازاي وجميل ازاي، وطبق الصلصه اهو. ابني واقف لي على الباب، جعان يا ماما جعان يا ماما، عايز يخطف الطبق ده مني باي طريقه. ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى اما اقول لكم كده احنا عملنا ايه الكشري ده ازاي. حبايبي يلا مع بعض نعمل حبة كشري في حلة واحدة، كشري المصري في حلة واحدة. حكم القوي على الضعيف بقى. انا كنت خلصت غدا وعملت سمك مقلي. ابني قال لي لا مش عايز السمك، انا عايز ايه كشري مصري. طب انا قلت طبعا هجيب له بقى منين كشري مصري الوقت، وعلى ما يجي لي فيها ساعة ولا ساعتين وهو جعان. قلت بقوم بسرعة اعمل له حبة كشري. ويلا معايا كده حطينا هنا، حمرنا البصل في الحلة دي. حمرنا البصل، حطينا الزيت وحمرنا البصل في الحلة دي. خدنا البصل هنا اهو، حطيناه بصل، وخدنا من الزيت بتاع البصل هنا وحطينا عليه ميه. حطينا الزيت هنا عليه ميه، ونحط العدس كده مع بعض، غسلينه زي الفل العدس كده. ومعانا كمان مكرونه صغيره ومكرونه سباكيتي، نحطها برضو على العدس كده، كله في حله واحده حبايبي زي ما انتم شايفين كده. والرز كمان كده. ده ايه الكشري كله في حله واحده، بدل ما ابعت بقى اجيب طبق بقى ب35 جنيه ويجيلي بقى بعد 3 ساعات من بره. لا، قلت ما اعمل له بقى عشان ايه ما يبقالوش حجه، واعمل له الاكله بسرعه. ومعانا هنا ايه، معانا هنا معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره، هنحطها كده على الكشري. وايه نقلب كله بقى في بعضه كده، نقلب كده في بعضه. ونزود الميه، كده، ونسيبه يستوي وارجع لكم. يلا نعمل بقى. حطينا هنا الزيت مطرح البصل، وهنحط عليه التومه. نعمل بقى الصلصه. معانا صلصه الطماطم هنضربها في الخلاط. حطينا معاها ايه قرن فلفل حار كده، هنضربها في الخلاط. حطينا التومه اهي يا حبايبي مع البصله. ونحط معلقه خل كده، معلقه خل. والطماطم ضربناها في الخلاط كده. ومعانا هنا بهارات الصلصه بتاعت الكشري، زعتر، كمون، ملح، شطه. نحطها كده، نقلبهم ونسيبها بقى ايه لما تخلص الصلصه نقدمها مع بعض. يلا حبايبي بقى، الله على الجمال. يلا ندوق بقى كده، يلا ندوق. الله الله، بس الصلصه حراقه شويه، هو بيحب الصلصه حراقه. الف هنا وشفا يا حبايبي. اسهل طبق كشري هيعجبكم، اسهل طبق كشري. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.